السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل كيكة حلوة قوي بالاوريو، من غير بقى سمنة ولا دقيق ولا سكر ولا اي حاجة خالص. ولا بيض طبعا. معانا الاوريو. جايبة 8 عبوات من اللي هي الكبيرة اللي هي فيها 6 بسكوتات. هنحطها مع بعض كده في الخلاط بتاعنا، او الكبة او اي حاجة كهرباء عندك. المهم نطحن البسكوت كويس قوي بالكريمة بتاعته عادي خالص. معانا حليب ومعانا شوكولاتة للتزيين. هنطحنها كويس لغاية ما تبقى ناعمة خالص زي الدقيق كده، اهو زي ما احنا شايفين كده. لسه شوية، هنطحن فيها كمان شوية صغيرين. هي بسيطة جدا وسريعة جدا، مش محتاجة اي وقت. هنضيف لها وهي بتتفرم كده معلقة واحدة بيكنج باودر، زي ما احنا شايفين اهي، معلقة مليانة من معلقة الشاي. نسيبه يخلط مع نفسه كده شوية ونبدأ نحط الحليب بتاعنا. حطيته من فوق وقع مني. هنسيبه يضرب نشوف. الحليب ملوش عيار معين، انت ممكن تحطي الكوباية كلها او نصها على حسب كمية البسكوت اللي انت بتحطيها. انت بتحطي الحليب لغاية ما توصلي لقوام الكيك اللي احنا عارفينه، القوام اللي هو قوام الكيك اللي احنا عارفينه خلاص. اهو زي ما احنا شايفين اهو. هقرب لكم الكاميرا وتشوفوا بالظبط القوام عامل ازاي، بس مش دلوقتي، وهنشوفه واحنا بنصبه في الصينيه. هنا اهو حطينا كوبايه الدقيق كوبايه اللبن كلها، وبنضرب كويس. خلاص خلصنا ضرب. هنجيب الصينيه، بفضي بس مكان اهو كده. احنا الكيكه خلصت واحنا مشغلين الفرن على درجه حراره 180 من قبل ما نبدا الشغل، عشان يكون البوتاجاز الفرن بتاعنا سخن. معروف الكيكة لازم تبقى البوتاجاز الفرن بتاعنا سخن قبل ما نحطها فيها. في بيعملوها على البوتاجاز من فوق ويغطوها ويوطوا البوتاجاز قوي، بس انا بفضل المضمون يعني، زي ما انا متعودة. هنا اهو شايفين قوام الكيكة معانا عامل ازاي. قوام الكيكة العادي خالص اللي احنا عارفينه. هنسويها من كل ناحية ونحطها في الفرن تستوي. هي بتاخد بالظبط تلت ساعة على درجة حرارة 180 من 200. هنا معانا الشوكولاتة. قالب الشوكولاتة كسرته حطيت عليه كبشة زي دي كده من الحليب بس، ما حطيتش اكتر من كده. هنحطها بقى على البوتاجاز زي ما هنشوف، وهنفكها مع بعض. انا لا بحط زبدة ولا اي حاجة. الكيكة دي بسيطة وما فيهاش، ما حطيتش فيها اي دسم غير الدسم اللي موجود في البسكوت بتاعنا بس. هنا اهو هي على النار عادي خالص، والعين عالية خالص يعني ما هياش موطياها. خلاص فكت. هنسيبها بس توصل لان هي تغلي معانا. لاحظوا ان احنا ما حطيناش كمان سكر، وما تحطيش سكر خالص لان البسكوت بيبقى مسكر والشوكولاتة اللي هنحطها على الوش مسكر. لما تغلي خالص هنسيبها، هو القوام هيتقل لوحده لما يستهدى الشوكولاتة بتاعتنا. هنا الكيكة اهي استوت، بقت 100 100. طبعا بتجربيها قبل ما تطلعيها من الفرن بخلة او شوكة او اي حاجة، عشان تضمني ان هي مستوية من جوه. هنا بخرمها عشان الشوكولاتة عايزاها تخش جوه الكيكة نفسها اهو. الكيكة سخنة لسه، والشربات والشوكولاتة بتاعتنا برضو لسه دافية. فبتنزل الكيكة بتشربه، وبتبقى الكيكة من جوه كمان شاربة شوكولاتة غير اللي على الوش.
نفضي الشوكولاتة كلها اللي في الحلة، ما نسيبهاش عشان ما يبقاش حرام علينا. ايوه كده وخلاص. هنسويها بقى على الصينية، على وش الصينية كده. بقت مية مية. حابة تسيبيها كده، حابة تزوقيها، تعملي لها شكل من على الوش كده لولادك يحبوه بحاجات بسيطة كده، اللي هي سبرينجل الصغيرة دي. شوية بالشوكولاتة، شوية ملونين يدي لون حلو. آه وخلاص على كده اهو. بتديها لون حلو يعني لل... للكيكة بتاعتنا، وولادنا بيحبوها. هي لسه سخنة. هسيبها تبرد شوية وبعدين نفتح الصينية بتاعتنا. حطيتها على طبق وهنفتحها اهو من الجنب. شايفين عاملة ازاي من الجناب؟ الكيكة من جوه شاربة شوكولاتة لما قايلة بس يعني. كل الشوكولاتة دخلت جوه الكيكة، يا دوبك على الوش طبقة بسيطة، عشان كده ما مساحتش اول ما شلت الجدار بتاع الصينية. اهو شايفين طرية ازاي؟ بتتقطع بسهولة، مش جامدة مش محجرة. هنطلع بقى خرطة كده في طبق عشان تشوفوها من جوه. شايفين عاملة ازاي؟ مفيش احسن من كده. مية مية، والشوكولاتة داخلة جواها وشاربة شوكولاتة حلو. تاكلوها بألف هنا يا رب. جربوها تلاقوها طعمها جميل جدا، وولادنا كلهم هيحبوها. اهي بدوق حتة طبعا، طعمها تحفة. إلى اللقاء في الفيديو القادم.